صدرت الحلقة الأولى من مسلسل سيكريت انفيجن. هحكي لكم على اللي حصل في الحلقة وايه النقط المهمة، ولو انت مش عايز يتحرق لك روح اتفرج على الحلقة بعد كده تعالى اتفرج على الفيديو تاني. بتبدأ الحلقة بتاعتنا بالعميل راس وهو رايح يقابل عميل اسمه بريسكت، والعميل بريسكت ده بيقول له ان في هجمات إرهابية كتير خلال السنة اللي فاتت، والعميل راس بيقول له عادي مش مشكلة دي بتحصل. فيقول له لا، العمليات دي قام بيها سكرولز وقصدهم ان هم يعملوا هجمات ارهابيه فنهاجم احنا بعض وهم يستولوا على الكوكب ويبقى الكوكب بتاعهم. فالعميل راس مش هيكون مصدقه والاتنين هيتعاركوا وهتنتهي ان عميل بريسكت هيموت وفي حد بيطارد العميل راس. بعد كده نكتشف ان العميل راس اصلا سكرول وان اللي بيطارده تيلوس اللي هو اصلا المفروض زعيم السكرولز اللي كان ظهر في فيلم كابتن مارفل لو تفتكر. واصلا كان المفروض ناخد بالنا ان المفروض العميل راس ده سكرول مش العميل راس الحقيقي، لان لو تفتكر اخر مره شفنا العميل راس كان في فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر لما وقف مع شعب واكاندا فالحكومه قبضت عليه بس حرروه شعب واكاندا، فالمفروض فعلا ما يكونش راجع تاني يشتغل مع الحكومه. بعد كده بنلاقي نيك فيوري راجع تاني للارض وبيقابل العميله ماريا هيل اللي كانت معانا من ساعه فيلم ذا افنجرز، وبيقابل برضو تالوس وبيتكلم مع تالوس وبيقول له ان بنته جايا عنده بنت اسمها جايا بتقوم بيها الممثله اميليا كلارك، وان بنته اتخنقت وهربت. وبيقعدوا يتكلموا وبيقول جمله اتكررت 3 مرات خلال الحلقه، وهي ان نيك فيوري ما بقاش نيك فيوري بتاع زمان بعد السناب بتاعت ثانوس. وفي جمله تالوس قالها مستغربها شويه، انه قال لنيك فيوري احنا بنساعدك عشان توفي بالوعد بتاعك لينا. هل قصده بالوعد ان هو هيشوف لهم موطن ولا في وعد تاني احنا مش عارفينه؟ وبنكتشف ان السكرولز مقسومين 2، جزء معانا وجزء ضدنا، واللي ضدنا بقيادة واحد اسمه جرافيك وده اللي بيحاولوا ان هم يخلوا الارض موطن ليهم وان هم مش عايزين يستخبوا او يتنكروا. اخيرا بيظهر جيمس رودز وور ماشين مع رئيس الولايات المتحدة حاليا. بنكتشف ان نيك فيوري كان في الفضاء في منظمة اسمها سيبر، وان سيبر دي قاعدة دفاع بشري ضد الفضائيين على اعلى مستوى، وان اللي كان بيجهزها نيك فيوري وان هو سابها من غير اذنه ومش عارفين يوصلوا له. فرئيس الولايات المتحدة بيطلب من جيمس رودز ان هو يتصرف مع نيك فيوري. في بقى هنا استفسار، احنا عارفين ان في فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد جنرال ساندر بولت راس هيبقى رئيس الولايات المتحدة، فهل معنى كده ان هيتم اختيار رئيس الولايات المتحدة في المسلسل ولا اصلا هو تم اغتياله وحاليا ده سكرول؟ هنشوف في الحلقات الجايه. بعد كده بنلاقي نيك فيوري اتخطف من سونيا فيلسورث واللي هنكتشف انها عميله MI6 اللي هو جهاز الاستخبارات البريطاني تقريبا، وبتقول لنيك فيوري ان ما بقاش زي زمان وان هو ما بقاش نفس الشخص بعد السناب بتاعت زانوس، ودي تاني مره اتقالت فيها الجمله دي في الحلقه. بيحاول ياخد منها معلومات بس مش هترضى تقول له فبيسيب جهاز تنصت وبيمشي. بنلاقي بعد كده جايا بنت تالوس بترحب بسكرول جديد دخل المستعمره بتاعه السكرولز واللي بيسموا نفسهم السكرولوز، وطبعا بيشوف ان في المستعمره في الاكل بتاعهم الحقيقي وان هم يقدروا يقعدوا من غير تنكر خالص. وبنلاقي مساعد جرافيك بيطلب من جايا انها تروح تستلم شنط، والشنط دي في الغالب فيها انابل، ونيك فيوري وتالوس بيروح للشخص اللي بيبيع الانابل دي بس للاسف هيكون عطى الشنط لجايا قبل ما يوصلوا له. بعد كده بيكتشفوا ان هو سكرول وبيموتوه، لكن ماريا هيل بتعرف توصل لجايا وبيحصل عراك ما بينهم وطبعا مش هتقدر عليها. وبعد كده بيوصل تالوس واللي بيواجهها وبيقول لها ان الارهابيين دول قتلوا امها، فهي بتتهز شويه فبيقول لها سلميني الانابل، هي مش هتوافق وبتهرب، بس واضح انها متاثره جدا بالخبر اللي ابوها قاله لها. وظهرت كده اجهزه السكرولز بيأيدوا فيهم البشر اللي عايزين ياخدوا شكلهم، وبيقدروا بسبب الجهاز ده ان هم يسحبوا الذاكره بتاعت الشخص ده. فدلوقتي حرفيا احنا ما نعرفش نفرق هل الشخص ده سكرول فعلا ولا الشخص الحقيقي، خصوصا لو تفتكر في فيلم كابتن مارفل كنا بنفرق هل الشخص ده حقيقي ولا لا عن ان هم يسالوه عن حاجه في الماضي، فلو عرف يجاوب فهو الشخص نفسه، لو ما عرفش يجاوب فيبقى سكرول. بيقابل نيك فيوري ماريا هيل وبيقعدوا يتكلموا وبتقول له لتالت مره على مدار الحلقه ان هو ما بقاش نفس الشخص بعد السناب بتاعت زانوس، وبتقول له انت ليه تخليت عن الارض؟ فبيقول لها عشان ابني سيبر. قالت له ده مش السبب الحقيقي، قال لها انه عنده ازمه ايمان بعد اللي حصل في مواجهه زانوس. بعد كده جايا بتقابل تالوس اللي واضح جدا انها راحت تقابله عشان متاثره بكلامه ان المتمردين من السكرولز هم اللي قتلوا مامتها، وبتقول لتالوس ان الهجوم هيكون بكره يوم الوحده الوطنيه، وان هيكون في 3 قنابل، وان في 3 جواسيس هيكونوا موجودين بكره وهي هتكون واحده منهم، وان جرافيك عارف ان تالوس هيكون موجود. ازاي ما تعرفش لكنه عارف.
وبتقول له جايا انها هتعلم الشنط بعلامة اكس ما بتتشافش غير بالاشعة تحت الحمراء. وفعلا تاني يوم نيك فيوري وتالوس وماريا هيل بيراقبوا المكان، وفعلا بيشوفوا جايا وهي اخده الشنط وبتديها لعاملين تانيين وبيطاردوهم. لكن بعد ما بيوصلوا لهم بيكتشفوا ان الشنط فاضية، فواضح ان جايا كانت اصلا بتلعب على الثلاثي بتاعنا نيك فيوري وماريا هيل وتالوس. بعد كده بيظهر جرافيك وبيفجر القنابل فعلا زي ما كان ناوي. مش بس كده، لا ده كمان بعد ما يفجر القنابل هيتنكر بشكل نيك فيوري وهيقتل العميلة ماريا هيل. ولما نيك فيوري هيوصل لها هتقول له انت الفاعل، انت اللي قتلتني. وساعتها تالوس هياخده وهيمشوا وهتنتهي الحلقة هنا. الحلقة بصراحة كانت حلوة جدا، ما حسيتش اني زهقان خالص. الاحداث كلها كانت مهمة، عشان كده حاول تتفرج على الحلقة اكتر من مرة عشان تجمع كل المعلومات. واكبر سؤال في الحلقة انك ما تعرفش تثق في مين، اي حد ممكن يبقى سكرول مش الشخص الحقيقي. والحتة دي بالذات حبكة يتعمل عليها افلام ومسلسلات، مش مجرد مسلسل بس، ويقدروا يعملوا اجمد حبكة مسلسل في تاريخ مارفل وممكن في مسلسلات تانية كمان. ورجعنا فعلا لجو الجاسوسية اللي كان فيه شوية منه في فيلم فعلا وينتر سولجر. وبداية قوية، فكرة ان شخصية تموت، الشرير يقدر يعمل اللي فعلا كان مخطط له في اول حلقة. ايه اللي جاي في الحلقات الجاية مش عارفين، بس هنكتشفه بصراحة. مستني جدا ال5 حلقات اللي فاضلين.